هذا كوب حليب محموس بهذه الطريقة في الطاوة لين يشقر لونه. هنا كوب تمر مع صباع زبدة أو صباع شوية زبدة، ونسيحهم على النار يصبح أشقر بهذا اللون، ما نخليه كتير أحمر بس يشقر. بسكويت دايجستيف أيضا ناخذ منه مقدار كوب، ندقه بهذه الطريقة دق خشن، نشقره على النار، ما نخليه أحمر كتير، أيضا متوسط. هذا كوب سميد ناعم أيضا نشقره على النار. يصير عندنا كوب حليب بودر مشقر على النار، كوب سميد، كوب بسكويت دايجستيف، كله نشقره على النار كل واحد لوحده. بعدين نخلط المقادير، وكوب تمر منزوع النوى زائد صباع زبدة. خلطنا جميع المقادير السابقة مع التمر مع الزبدة، وضفنا لها الحليب المحموس زائد البسكويت المحموس زائد السميد الناعم المحموس، قلبناهم جميعا وضفنا عليهم علبة قشطة، وهذه النتيجة النهائية بالهناء والعافية.